يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. ان شاء الله الفيديو ده هنشوف مطبخ العروسه وازاي رصيناه. المطبخ هنا كان المونتال، كان باللون الرصاصي، كان حلو خالص. بسم الله ما شاء الله. مش ننسوا العروسه كده تدعوا لها ربنا يسعدها ويتمم لها على الف خير وعقبال اولادكم جميعا. ولايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا هنا كانت اول دخلت المطبخ. هنا كان البوتاجاز اساسا ما كانش مكانه هنا في التصميم. هقول لكم بقى ايه اللي حصل في المطبخ ده. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا كانت الرخامة، وهنا صفاية الأطباق، وهنا صواني الاستانلس، وهنا الكنك، وهنا طقم الاستانلس اللي هو التوزيع، وهنا البهارات، وهنا المجات. هو المفروض يعني الطرقة اللي في النص المطبخ دي كان يكون فيها البوتاجاز، اللي يكون البوتاجاز تحت الشباك. بس تقفيلة الحوض مع تقفيلة رخامة المطبخ ما نفعتش بقى. كانت حوالي 80 سنتي والبوتاجاز هنا بيكون 90 سنتي، فما نفعش. اجت بقى الناحية دي. يعني المفروض الفليزر كان ينحط مكان البوتاجاز. فبدلنا بقى، طلعنا الفليزر بره في اوضه من اوض الشقه وكده، وحطينا البوتاجاز هنا. بيبقى فيه يحصل كده حاجات بتغير بقى السيستم خالص والنظام بتاع المطبخ وكده. هنا كانت صفية الاطباق، حطيت لها فيها طقم المليمين، وهنا كوبايات بكل الاشكال والمقاسات عشان الاستخدام. طبعا العروسه لما بيجي لها ضيوف في اول الفرح وكده بتعوز كل الحاجات دي تستخدمها للضيوف وكده. وهنا كان بقيت كوبايات وكمان. وهنا بصوا بقى الطقم الازاز ده كانت العروسه كانت جايبه منه حوالي 3، وكل طقم بيكون فيه 6. يعني بولات صغيره كده جميله جدا، ازاز كده شبه البايركس للحلويات، ولا كمان الطحينه ولا المقبلات والحاجات دي كلها جميله خالص. هنا بقى كان الفوط اللي المطبخ علقتها لها كده في ريحه، وكانت كمان الشماعات دي اللي كانت جايباها. وهنا كانت الغساله، كان نوعها زانوسي. وهنا كان تحت الحوض. وهنا كمان الضلفة دي بس مش كانت بتنفتح قوي عشان كانت بترد في الرخامة. حطيت لها فيها الصواني اللي هي المقاسات الكبيرة تحت في التقفيلة دي كده من تحت. وهنا الميزان، وهنا الفرن الكهربائي، وطقم الرخامة بقى كلها. بصراحة المطبخ كان التصميم بتاعه كان حلو خالص وخد كل الحاجات. وكمان كان في التصميم كانوا عاملين ضلفة للخزين. هنا كان طقم السمك حطيته لها كده على الشيالات. وهنا بقى طقم المليمين. هنا طقم بقى براد بالفناجين بتاعته بايد خشب كده، وكمان حافظ الطعام اللي هو العمود اللي ورا البرتقاني ده. وهنا بقى طقم البايركس اللي هو الصواني للفرن، وطقم المنخل. هنا بقى الاجهزه الكهربائيه، هنا العجان والهاند بلندر والخلاط. وهنا كانت كمان اللي هي المفرمه اللي هي بالكهرباء، مفرمه اللحمه. وكانت العروسه جايبه كمان اللي هو الكيتشن ماشين الكامله دي، مش فتحتها، ده حطيتها فوق المطبخ زي ما هي، لانها بصراحه جايبه حاجات كتير فمش لها لازمه. وهنا كان على العجان. وهنا كده كان ترامس شاي، كان شكلها حلو خالص. هنا طقم بولات من اللي هو الازاز وبقيت ازاز. ده كله كده كوبايات عصير. وفوق ده هنا طقم طاسات تيفال بالغطا بتاعه. وكمان هنا كان درق كده اللي هو الازاز. هنا صواني الفرن ألمونيا واللي هو الاشكال بتاعت الكب كيك. وتحت كده اللي هو الفخار والهون. وطقم شربات كان فوق كمان كده بالشفشق بتاعه. هنا الطاجن الفخار حطيتها لها كده تدي منظر في النص. يعني بصراحة المطبخ ده بسم الله ما شاء الله العروسة كان حاجتها كتير، وكنت بزنق كمان عشان المطبخ ياخد. هنا كانت التلاجة كانت توشيبا. بصوا الضرفة ده اللي بقولكوا عليها ده للخزين. لما الضلف بتنعمل مخصوص للخزين بتروق المطبخ للعروسة وبتدي منظر حلو كمان. ده هنا بقية الصواني وصواني تقديم اللي هي المليمين وكده. كانوا عايزين نحط الحاجات دي صواني المليون الكلام ده كله على الرخامة، فبصراحة مش بحب الرخامة الزحمة. يعني يشوفوا انا مخففة كمان على الرخامة وبرده فيها نسبة زحمة لان حاجات العروسة بتكون كتير. هنا بقى اطقم الحلل.
بسم الله ما شاء الله. هنا كان الاستانلس، وتحت كمان كده كان حلل الشاورما. العروسة بسم الله ما شاء الله جايبة سيراميك وتيفال وجرانيت واستانلس من كله بصراحة. وكمان جايبة اللي هي الحلل الفلاحي هتشوفوها. ده هنا كان التربو، ده هنا الادراج، هنا كل الرفايع، معالق بقى والمقصات وقطعة الخضار والسكاكين والكذلك. وتحت كمان المقوار، وفردت العجين وقطعت البسبوسة. ده هنا بقى الجوانتات واللي هو المواعين السلك. الضلفة دي بقى فيها جميع البلاستيك. مصافي، وهتبص لها العصارة، واللي هو خزين التلاجة، علب خزين التلاجة. وتحتنا كمان كانت جايبة عجانات كده ستانلس صغيرة اللي هي الأطباق دي، وأطباق تقديم برضو اللي هي الغرف. دي كمان أطباق اللي هي التلاجة. ولو انت مكملة لسه الفيديو معايا دوسي لايك، وبعتي بقى الفيديو لحبايبك واصحابك على الواتس وعلى الخاص عشان تشوف اللي ناقصها وتجيبوا وتستفيدوا من الفيديو، ومتابعة بقى عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا له بقى ايه رأيكم في التعليقات. بصوا هنا فوق ده اللي هو الكيتشن، مش اللي هي الكاملة. وهنا الأطباق الاستانلس، وهنا كل من المية، وهنا الألمونيا الفلاحي. يعني ما كنتش عايزة احط بصراحة حاجة فوق المطبخ، بس انتوا شايفين المكان كله بسم الله ما شاء الله. ده في كمان اطباق اللي هي الكبيرة كمان، حطها في الحمام عشان المكان. هنا البوتاجاز كان فريش. بصوا هنا التلاجة هفتحها لكم كمان عشان تشوفوا الوسع بتاعها، عشان العراس اللي بتبقى تسألني الانواع والاحجام وكده. هنا بصراحة كانت حلوة خالص، حجمها كان حلو. عقبال كده اولادكم جميعا، ومش تنسوا بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ادعونا بقى دعوة حلوة كده، وعقبال اولادكم جميعا.